يودي لها مشي فكر يا عيني. هذا الجامع كان معروف عنه انه كان كنيسة. والله طيبة. صرنا ساعة ندور بالاسواق، بالاخير ضعنا وين نروح. رجعنا محل ما كنا السوق. محل متر. انشأ عام 1349. احمد، في قدامك نجاح اذا بتتابع. الصبر دائما هو المفتاح. خطوة ورا خطوة عم أترك ضجيج السوق وراي، بفوت على عالم تاني. هذا جامع الحلوية. شوفوا هون، تم إنشاؤه ب 1315. هذا الجامع كان معروف عنه أنه كان كنيسة بيزنطينية تعود إلى القرن الخامس الميلادي. واحد من أقدم وأجمل جوامع بحلب. المكان مو بس جامع، هو شاهد على قرون من الإيمان والفن والتاريخ. من أول ما تدخل بتحس بخشوع غريب. الجامع صغير نسبيا، دمجه بين العناصر العمارة البيزنطية والإسلامية، نقوش الخط العربي والصمت اللي بيحكي أكتر من أي صوت. بيحتوي على أعمدة ضخمة، هون كل زاوية لها قصة وكل تفصيلة معجونة بالروح. هون بالزوايا الضيقة بتحس حالك يعني رجعت سنين لورا. أسواق حلب القديمة مو بس محل تشتري، هي عبارة عن ذكرى، مكان، شيء فخم. حبال بحلب من أقدم الأسواق. المحل بتحسه كان بتحس فيه هيك شيء غريب، هيك تراث عريق، شغلات هيك فريدة من نوعها. هذول كلهم بيجي صناعة يدوية. سوق الحبال بحلب عمره مئات السنين، وكان مركز لبيع الحبال والأقمشة. اليوم صار سوق شعبي متنوع، بس لسه محافظ على طابعه التراثي، روح حلب القديم. في ريحة صابون. صورتوا محل كان عادي؟ عملتوا اعلان للمحل. بالعكس. دخلنا بسوق السقطية خان الجمرك. طبعا خان الجمرك من العهد العثماني 1574. اللي بتميز بهذا السوق يعني السوق فيه كل شيء، أسعار رخيصة جدا مقارنة مع السوق اللي برا. محل صابون، هذا محل ضيافة، مكياجات واكسسوارات، ألبسة. والحلو بهالأماكن إنه كل سوق بياخدك على سوق تاني. مثلا هلا كنا هنيك في سوق السقطية، هلا دخلنا في ساحة الفستق. شوف السوق، هلا بفرجيك النظرة عن السوق. ساحة الفستق كان تجار الفستق في الجملة كانوا يجوا يحطوا شوالات ويبيعوها بنفس النهار. هذول الأسواق كلها للساعة ما فتحوا، يعني فتحوا بكرامهم أول شيء. محل متر. هاي عم صرنا ساعة ندور بالاسواق، بالاخير ضعنا وين نروح. رجعنا محل ما كنا سوق الحبال. جامع الصاحبية، او بيقولوا له جامع فستق او حتى جامع الصاحب. انشأ عام 1349. جامع الصاحبية بحلب أنشأه أحمد بن يعقوب الصاحب بالقرن السادس الهجري. بتميز بواجهة فيها نقوش إسلامية وموزاييك دقيق. هو من الجوامع الأثرية اللي لسه محافظ على هدوءه وروحانيته. راحة، هدوء، سكينة، كله في هذا الجامع.
من أسواق حلب القديمة لعند القلعة، بيعطوا هدايا للولاد. شوف فرحة الولد. حاولنا ندخل لجوا القلعة بس كان في أعمال ترميم وما سمحوا لنا ندخل. تلعب؟ ما خسران. تفضل. تلعب؟ أكيد حلو. يلا نشوف من يفوز. يلا لعب على لعبك. أنت لعبك أول. أنا هنا بتحدى الشباب. طبعا احمد قرر يلعب مع العم ويتحداه. نشوف مين يفوز. شكلك بتخسرني يا أخي. ما خسرت ساعتين بتخسر الواحد؟ حتى طبعا بقول لك طلع لي أحمد شوف يا احمد، انا بدي اكتب لك اياها تعادل. لا غلبتني ولا غلبتك، هيك محبه. 14 مليون مشاهد شافوا من جميع انحاء العالم، لحتى اتصلوا انا معي من كندا، من فرنسا طبعت صورة المجله الفرنسيه، المانيا، انجلترا، كلهم هي الاساس. كل شيء كانوا متحمسين لهم. انا قلت له بتحدى الشباب، يعني فهمت علي؟ قلت له بنط هالنطه بطلع بقى فوقي، احنا بتحدى الشباب. يا احمد بدي احكي لك شغله عليك انت. انا عندي خاصه السياسه. انا الانسان بوقف عندي هون بشافه على الشباب. يعني هلا انت انسان بحسن بحكي عن شخصيتك عن المشهد. انا لا بعرفك ولا بتعرفني، بحكي لك ايش افكارك انت. والله عندي علم فرنسا. فرجيني اي شخصيه على الموبايل بحكي لك قصه حياتك، بحكي لك لمحه بسيطه. شوف يا احمد، انت حاليا مثل موج البحر، موجة بتاخذك، موجة بتجيبك معك، بدك تحط صلبه تشر على فوق. انتبه، العجله في مدامه. اطلع السلم خطوه خطوه بتلاقي السعاده والنجاح. احمد اللي بالك بده يتحقق بس بدك شويه وقت. قصينا شيء؟ كملوا. خلص خيي خسر. كبيت لي تعادل. انت بس هيك يعني بدي اشوفك لتحت علي الحرام. بس انت خليك تسوي معجونه. شوف يا اخي، نصيحتي لك في الحياه دائما 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 شوف في عينيك، شوف في عينيك، فكر في عقلك. لا تستعجل ابدا، لا تستعجل يا احمد ابدا بنطق لسانك. بتطول 5 او 15 ثانيه باي موضوع كان عم تحكي عنه بتلاقي جوابك صحيح. مشكلتك في الاحياء انت اغلب الاحيان بتشغل عواطفك واحاسيسك وقلبك. القلب بدمرك، اما العقل زينة الدندنة. احمد في قدامك نجاح، اذا بتتابع قدامك نجاح. بالك بالك تتحقق، بالك تتحقق، بس بدك تصبر. الصبر دائما هو مفتاح الفرج. الصبر دائما مفتاح الفرج. تحياتي لك، تحياتي لك. الله يسلمك. وهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لا تنسوا اللايك والاشتراك وسلام.